أهلا بيكم في خبر وحكاية. في زمن بقت فيه العلاقات سريعة والذكريات قصيرة، لسه في حكاية بتثبت إن الوفاء مش كلام، الوفاء سلوك بيعيش حتى بعد الشخص ما بيمشي ويفارق الحياة. النهاردة هحكي لكم عن وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لستنا خديجة رضي الله عنها، الست اللي كانت دايما في ظهره، سند في كل الأزمات. حتى بعد ما فرقته كان يبتسم لمجرد إنه يفتكرها ويفتكر مواقفها الجميلة معاه. وفي يوم من الأيام بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها كان قاعد النبي في منزله، وفجأة سمع صوت صاحبتها العجوز وهي جاية تزوره، فيقوم بسرعة ويفرش لها رداءه الشريف علشان تقعد عليه، ويرحب بها جدا ويتكلم معاها ومن فرحته بيها يقول للصحابة: كانت تأتينا أيام خديجة وكانت خديجة تحبها. الصحابة استغربوا جدا من شدة وفاء النبي للسيدة خديجة، فيرد النبي ويقول لهم: إني قد رزقت حبها. ومن كتر حب النبي لستنا خديجة كانت ستنا عائشة بتغير، وعشان كده قالت في يوم من الأيام للنبي: خديجة عجوز وقد أبدلك الله خير منها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا والله ما أبدلني الله خير منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، واستأثرتني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. يعني لسه فاكر كل حاجة حلوة ليها رغم إنها فرقته من سنين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا معنى الوفاء. الوفاء مش إنك تفتكر حد لما تشوف صورته، الوفاء إنك تفضل فاكر إحساسه وموقفه ومحبته حتى بعد ما يبعد ويرحل من الحياة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نساش أبدا ستنا خديجة ولا قلل من حبه ليها علشان يرضي حد. سيدنا النبي كان وافي لذكراها حتى بعد الممات. يا ترى لو فكرنا في اللي فات من عمرنا وحياتنا هنلاقي نفسنا أوفياء للي كانوا في حياتنا، للي كان ليهم بصمة وأثر في حياتنا؟ هتلاقي نفسك فاكر اللي كان واقف في ظهرك، اللي شاف فيك الخير وانت لسه بتبدأ، اللي حبك بقلبه قبل عينيه. لو في حياتك حد كده ولقيت نفسك لسه فاكر كل الحلو اللي ليه، اعرف انك وافي، والوفاء أصل في زمن قل فيه الوفاء. شارك الحكاية وخلي الوفاء يرجع يعيش بينا تاني، واستنوني في خبر جديد وحكاية جديدة.